تعليق قوي وساخن من ابو تريكة على اساءة جمهور الاسماعيلي للزمالك. اكد محمد ابو تريكة انه مندهش من لافتة جماهير النادي الاسماعيلي التي حملت عنوان الفارس الكذاب، مبديا استغرابه من منهج الشباب المنتمي للدراويش وقيامهم برفع لافتة بتحمل اساءة لنادي اخر. وقال ابو تريكة في تصريحاته التلفزيونية: لا يوجد اي مبررات للخطأ الذي حدث في المدرجات، وما حدث لا يليق بجمهور النادي الاسماعيلي ضد جماهير الزمالك. الجميع بيمد يديه لفتح صفحة جديدة من أجل عودة الجماهير المصرية للمدرجات، لأننا نريد مشاهدة دوري قوي مثل الدوري السعودي. وأضاف أبو تريكة: ما حدث غريب للغاية بين أكثر جمهورين قريبين من بعضهم، واللافتة التي رفعت في المدرجات لا تليق مطلقا. لا يوجد نادي في مصر كذاب. وهل ننتظر بأن يقوم جمهور الزمالك برفع لافتة مماثلة في استاد القاهرة؟ وأكمل أبو تريكة: يجب أن يقوم المسؤولين على الاستعداد بمشاهدة اللافتات، وأي لافتة مسيئة يتم منعها من الدخول للملاعب. وتابع: استفزاز الجماهير مش شطارة، لذلك كان يجب أن ندين تلك الأمور.